أهلا بيكم في التحليل ده اللي هندخل فيه في تفاصيل قصة استثمارية من العيار التقيل في السوق المصري. كلامنا النهاردة عن الأداء الاستثنائي والقفزة المذهلة لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، أو اللي معروفة في الشاشة برمز CSAG. إحنا قدام أرقام وتحولات بجد مش عادية، ولازم نفهم إيه اللي بيحصل بالظبط ورا الكواليس. خلينا نبدأ بالرقم اللي يخض ده، مليار و150 مليون جنيه. ده مش مجرد رقم، دي صافي الأرباح اللي سجلتها الشركة في 9 شهور بس، والمنتهية في مارس 2026. احنا بنتكلم عن قفزة بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من السنة اللي فاتت. دي مش زيادة عادية، دي طفرة بتخلينا نقف ونسأل عن السر وراه كل الكاش ده. طيب، خلينا نفكر بصوت عالي شوية. إزاي الشركة مفروض إنها بتشتغل كتوكيل ملاحي وخدمات لوجستية تقدر تعمل أرباح تتخطى المليار جنيه في كام شهر؟ إيه هي الخلطة السرية اللي عندهم؟ السر بصراحة مش في شغلهم اليومي المباشر، السر الحقيقي مدفون في الهيكل الذكي جدا للشركة. القناة للتوكيلات بتلعبها صح جدا لأنها بتشتغل كشركة قابضة، عاملة زي المالك الذكي اللي قاعد بيلم عوائد ضخمة من أصول ذهبية. الشركة بتمتلك حصص استراتيجية في شركات مش مدرجة في البورصة، بس تعتبر عصب النقل الملاحي في مصر. بنتكلم عن حوالي 20% في بورسعيد لتداول الحاويات، و20% في دمياط للحاويات، زائد حصص في الملاحة الوطنية والمصرية للمشروعات المتكاملة. الكيانات دي هي المكنة الحقيقي اللي بيطبع كاش ويصب في خزانة القناة للتوكيلات. النقطة اللي بجد تلفت النظر هي الرقم ده، زيرو، صفر ديون. تخيلوا إن الشركة بتدير كل العمليات دي من غير ما تستلف جنيه واحد. ده معناه إنهم مش شايلين هم تكاليف الرأسمالية الضخمة زي تطوير المواني أو شراء الأوناش العملاقة، لأن الشركات التابعة هي اللي شايلة الليلة دي. النتيجة ميزانية نقية زي الفل وملاءة مالية حديدية ما فيهاش أي فوائد ديون تاكل الأرباح. التباين ده بيلخص الحكاية كلها. لو رجعنا لبيانات ديسمبر 2025 هنلاقي الربح التشغيلي المباشر للشركة يدوب 18 مليون وشوية، لكن صافي الربح 867 مليون جنيه. الفجوة الضخمة دي بتأكد إن الكنز الحقيقي والفلوس الفعلية مش جاية من النشاط المباشر، لكن من عوائد الاستثمار وتوزيعات الأرباح اللي بتنزلهم من الشركات الزميلة. عظيم جدا. مع كل السيولة النقدية دي، السؤال اللي بيفرض نفسه بقوة دلوقتي: إيه هو المحفز الجاي للنمو؟ الشركة ناوية تعمل إيه بالكاش ده كله عشان تتوسع وتخرج بره إطار إيرادات المرور العادية في قناة السويس؟ الإدارة قررت إنها مش هتكتفي بدور المالك وبس، وكان لازم ياخدوا خطوة تشغيلية جديدة على الأرض. وده بيودينا لخبر مايو 2026، النقلة النوعية الجديدة اللي اسمها تراست القناة لخدمات السفن، برأس مال مرخص 50 مليون جنيه. الشركة الجديدة دي هدفها واضح: ربط الموانئ المصرية بدول شرق أفريقيا بخط ملاحي منتظم. التركيز الأساسي هيكون على شحن المواشي الحية والبضائع المبردة، وضربة البداية هتكون من ميناء سفاجة في البحر الأحمر، خطوة ممتازة لتنويع مصادر الدخل. الهيكل التأسيسي للكيان الجديد متظبط بذكاء شديد. القناة للتوكيلات داخل الشراكة بحصة 35%، بالشراكة مع القطاع الخاص ممثل في تراست للتجارة والنقل اللي واخدة 50%، بالإضافة ل 15% للشركة القابضة للنقل البحري. الشراكة دي مع القطاع الخاص بتضمن تدفقات نقدية قوية ومستقرة، وبتفتح الباب لعملة صعبة ومحلية من سوق إقليمي واعد جدا. هل إحنا قدام آلة توزيعات النقدية المثالية؟ خلونا نكون صراحة، أكتر حاجة بتفرح أي مستثمر هي الدخل السلبي، الكاش اللي بينزل في الحساب كل فترة. والقناة للتوكيلات ليها تاريخ طويل ومميز جدا، بيحكي عن نفسه في نقطة الدفع النقدي المستمر ده. لو رجعنا بالزمن ومشينا مع السط ده هنشوف رحلة صعود ممتعة. في 2010 السهم كان بيوزع 22 قرش، في 2017 وصل ل 42 قرش، وبعدها 77 قرش في 2019. لكن القفزة الكبيرة بجد اللي بتثبت القوة الهائلة لتوليد الكاش كانت في 2025، لما السهم وزع تقريباً 2.9 جنيه. نمو استثنائي بيعكس حجم السيولة اللي الشركة قادرة توفرها وتدلع بيها مساهمينها. النتيجة المباشرة لده هي العائد المبهر اللي بيوصل ل 9.5%. ده عائد قوي جدا وبيدي حماية ممتازة لمحفظتك في السوق. والأحلى من كده إن التوزيعات دي مش مجرد أرباح دفترية على الورق، دي متغطية بالكامل وبشكل نقدي من التدفقات اللي بتيجي من دمياط وبورسعيد للحاويات، يعني كاش حقيقي متوفر ومضمون. المثير للاهتمام بجد هنا هو فجوة التقييم الغريبة دي. السهم بيتداول بمقرر ربحية حوالي 8 مرات، في حين إن متوسط القطاع بيعدي ال 25 مرة. ده معناه بالبلدي كده إن السهم بيتداول بأقل من قيمته بكتير جدا. رغم كل الأرباح والتوسعات دي، السعر في السوق لسه بيعتبر لقطة مقارنة بباقي الشركات اللي في نفس مجاله.
ورغم الطفرة والأرقام القياسية دي كلها، الإدارة ماشية بمبدأ الحذر. الموازنة التقديرية للعام المالي 2026-2027 بتستهدف أرباح 970 مليون جنيه. الرقم ده يعتبر محافظ جدا لو افتكرنا إنهم أصلاً حققوا مليار و150 مليون في 9 شهور بس من السنة الحالية. بس ده تفكير ذكي لأنه بيوفر هامش أمانة عالي بيحمي التوقعات من أي مطبات مفاجئة في التجارة العالمية. طيب، اتكلمنا كتير عن الأساسيات والتوسعات المستقبلية. السؤال العملي دلوقتي لأي حد بيتابع حركة السوق بدقة، الرسوم البيانية بتقول إيه في اللحظة دي؟ إيه هي أنسب مناطق الدخول من الناحية الفنية؟ خلينا نفتح الخريطة الفنية للسهم. الأرقام هنا عاملة زي الGPS بالظبط. السعر الحالي بيتحرك عند 30 جنيه ونص، وده معناه إنه مستقر مباشرة فوق نقطة الارتكاز الفاصلة اللي هي 30.48 جنيه. بس الأهم من ده، عندنا حائط دعم صلب وحديدي جدا طويل الأجل عند مستوى ال 30 جنيه، واللي بيمثله المتوسط المتحرك ل 200 يوم. المنطقة دي تاريخيا بتمثل نقطة استقرار قوية للسهم. ومؤشر القوة النسبية أو ال RSI بيأكد الرؤية دي، ومسجل 35 و36. القراءة دي بتوضح بشكل قاطع إن الضغط البيعي بدأ يتبخر، وإن السهم دخل في منطقة تشبع بيعي. ده بيخلي منطقة ال 30 جنيه دي نقطة تجميع كلاسيكية ومثالية جدا لبناء المراكز المالية. وبناء على كل المعطيات الإيجابية اللي شرحناها دي، الإجماع بين بيوت الخبرة والمحللين الماليين بيحدد السعر العادل للسهم عند 38 جنيه و90 قرش. لو حسبتوها من مستويات السعر الحالية، إحنا قدام فرصة صعود أو أبسايد محتمل بيوصل ل 27.5%، وطبعاً ده بالإضافة للعائد السنوي الضخم من التوزيعات النقدية. وده بيخلينا نختم التحليل ده بسؤال استفزازي ومهم بجد. مع سعر مستهدف عند 38.9 جنيه، وحائط دعم صلب عند 30 جنيه، وتوسع استراتيجي جديد بترست القناة في شرق أفريقيا، هل السهم هيقدر يخترق المستويات دي ويوصل للهدف قبل نهاية السنة؟ التحليل ده مجرد بداية ليكوا عشان تدرسوا الأرقام دي وتدوروا أكتر وتبنوا قراراتكم على فهم حقيقي. شكرا جدا لوقتكم، ونتمنى ليكم استثمارات موفقة وواعية.